اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل وصفه سهله وبسيطه وكمان سريعه. نعمل وصفه محببه قوي للقلوب، وصفه وصفه سهله صدقوني، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود وطعمها لذيذ وشهي. هنعمل النهارده كفته الرز. محتاجين ايه في كفته الرز؟ محتاجين كوبايتين دقيق رز. لو احنا ما اشتريناش دقيق رز من السوبر ماركت ممكن نجيب الرز بتاعنا نغسله، بعد ما نغسله ننشفه كويس، وبعد ما ننشفه كويس نضربه في الكبه بتاعتنا لحد ما ينعم ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعمل لنا دقيق كوبايتين دقيق رز، وبصلتين كبار متقطعين مكعبات كده، وعندنا نص كيلو لحمه. على نص كيلو لحمه حط كوبايتين رز، وعندنا حزمه كزبره خضراء. لو تحبوا تحطوا خضره مشكله براحتكم، في ناس بيعملوها بخضره مشكله وفي ناس بيعملوها بالكزبره. انا بحب اعملها بالكزبره، ساعات بعملها كده وساعات بعملها كده، المتوفر عندي بعمله بيه. النهارده متوفر عندي الكزبره، هو مش غلط ان انا اعمل بالكزبره ومش غلط ان انا اعمل بالمشكله، فالمتوفر عندكم اعملوا في حزمه كزبره خضراء كده، بس احتجت تاني هزود حسب اللون الاخضر اللي انا عايزاه في الكفته بتاعتي. وعندنا بقى توابلنا الجميله اللي هي ايه، عندنا كزبره، عندنا جوز الطيب، عندنا ملح، عندنا 5 فصوص توم متوسطين، حوالي 4 أو 5 فصوص حبهان، عندنا فلفل اسمر، وعندنا 7 بهارات. ماشي، يلا بينا بقى نبتدي الوصفه بتاعتنا. وقبل ما ابتدي الوصفه بتاعتي يا ريت لو اول مره تخشوا تشوفوا قناه فيكي يا ريت تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير للفيديو، اكون ممتنه ليكم جدا. يلا بينا على الوصفه. جبنا المكنه بتاعتنا كده، كيتشن ماشين، هننزل فيها البصل بتاعنا مع ذره كده ملح، يعني ذره من الملح بتاعنا هنعملها مع البصل. وهنمسك البصل ده نفرمه، وهننزل بقى الكزبره بتاعتنا، حزمه الكزبره بتاعتنا. عايزين تقللوا وتزودوا براحتكم. انا لو انتوا تاخدوا بالكم انا قطعت اغلبيه العروق، يعني ما خليتش العروق بسيطه قوي، ولو عايزين تعملوا الورق بس من غير عروق براحتكم، بس كده برضو مش غلط، يعني العروق هتديلها نكهه وطعم. وهنزل كمان فصوص الثوم بتاعتي، وهنزل توابلي، بس همسك الحبايين بتاعي هفضي منه الحبوب عشان انا مش عايزه قشر الحبايين. ماشي، هناخد برضو التوابل بتاعتنا. توابلنا كده، ونزلنا الثوم والخضره والبصل هناخدهم ضربه قبل ما ننزل بالرز. هننزل بقى كوبايتين الرز بتوعنا على التوابل الجميله ديت. حطينا كده حبايبي كوبايتين الرز، هناخدها برضو ضربه كمان. بصوا، والمكنه بتاعتي شغاله، انا هنزل معلقه لحمه بمعلقه لحمه من هنا عشان كله يندمج مع بعض. العجينه بتاعتنا بقت في منتهى الجمال ازاي. تعالوا كده نجيب معلقه واوريكم هي ناعمه وجميله قد ايه. بصوا الجمال بتاعها، بصوا اللون بتاعها جميل قوي، انا اللون ده عاجبني قوي، وقوامها كده جميل. هجيب بقى طبق فضيها فيه وهوريكم شكلها ايه. حطينا الكفته بتاعتنا، كفته الرز كده في الطبق. للتطعيم معلقه واحده سمنه، للتطعيم معلقه واحده سمنه، وهنقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه لحد ما السمنه تختلط كده بالعجينه كلها. بصوا، دي للتطعيم، اللي يحب يحطها براحته ما يحبش براحته، بس هي بتدي نكهه حلوه قوي للكفته بتاعتي وبتدي لها طعم جميل. اللي يحب يعملها كده براحته، اللي ما يحبش يحطها دي اختياريه. دول معلقتين فقط زيت. الزيت ده انا بعد ما هستخدمه هيترمي، علشان كده بحط شويه زيت قليلين استخدمهم، ولما يخلصوا احط تاني. هعمل ايه بمعلقتين الزيت؟ ده الطبق اللي انا هصبع فيه. هعمل ايه بمعلقتين الزيت؟ همسك ايدي كده وابل ايدي بمعلقتين الزيت كده بالطريقه دي،
قولوا لي ليه؟ عشان انا لما اجي اصبع الكفته بتاعتي اخد كده كوره واعملها في ايدي بالشكل الجميل ده. بصوا ايديا نظيفه والكفته بتاعتي ما لزقتش في ايدي خالص. ماشي، انا هعملها صوابع صغيره عشان انا هعملها بطريقه جديده وهوريها لكم. انا بحبها تبقى صوابعها ايه، صغيره كده. بصوا كمال، نصغرها كده. بصوا جمال الصابع بتاعي. هرص كده في الطبق، كل لما ايدي تفضى من الزيت هقوم واخده من الزيت وهقوم عامله على ايدي علشان ايدي ما تلزقش. صبعناها بالشكل الجميل ده. دلوقتي هنعمل ايه؟ حطينا طاسه على النار فيها زيت وهنبتدي نحمر الكفته ديت، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. تابعوني للاخر عشان تعرفوا هعمل لكم بيها وصفه رائعه وجديده، وفي بنات كتير ما يعرفوش الوصفه دي ايه. حطينا الزيت على النار كده، هننزل فيه بالكفته بتاعتنا نحمرها تاخد لون كده من جميع النواحي. ننزل كده في قلب الزيت بتاعنا، عايزينها يا دوبك تاخد لون بس. طبق ومناديل ورق او مناديل مطبخ عشان اطلع عليها الكفته الرز بتاعتي تتصفى من الزيت، وهوريكم هنعمل ايه تاني. خليكم معايا حبايبي. اتحمرت كده من الوشين، هنطلعها على ايه، على طبق وفيه مناديل المطبخ. الكفته بتاعتنا بعد ما حمرناها بالشكل الجميل ده وخدت لون من جميع الجهات، حمرناها. ومحتاجين ايه بقى؟ دي المفاجاه، قلقاس. هنعمل كفته بالقلقاس. الوصفه دي وصفه حماتي، بامانه انا حبيتها من اول ما اتجوزت، هي اللي علمتها لي وهي اللي عملتها لي. فهعمل لكم القلقاس بالكفته مرز على طريقه حماتي، ربنا يخليها لنا ويديها الصحه. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين الكفته اللي احنا حمرناها، كفته الرز اللي احنا حمرناها، والقاس مقطعينه مكعبات. انا مش بغسل القلقاس يا جماعه، مش غلط او صح ان احنا نغسله او ما نغسلوش. اللي بيحب يغسله يغسله براحته. انا بمسكه امسحه كويس بفوطه نظيفه مخصصه بتاعه القلقاس، وبقطعه كيوبس زي ما انتم شايفين كده او مكعبات. ومحتاجه ايه بقى؟ محتاجه مرقه فراخ او لحمه، او لو ما عندناش الاتنين هنعمل مرقه من مرقه الدجاج او مرقه اللحم. ومحتاجين نحط ايه على المرقه؟ انا حاطه المرقه على النار عشان اختصر وقت، فالمرقه بتاعتي على النار. مرقه دجاج او لحمه، او احنا نعملها عباره عن ميه ونحط فيها مرقه لحمه او مرقه فراخ، وهتبقى عندنا الشوربه اللي نحط فيها القلقاس. فاللي يحب لحمه او فراخ يعمل براحته. محتاجين القلقاس بتاعنا قطعناه كيوبس كده، ومحتاجين طماطم مبشوره، ليمونتين كبار معصورين، توابلنا الحلوه بقى اللي هنحطها على المرقه، 7 بهارات، ملح، مرقه دجاج، ومحتاجين توم ناعم بالحبهان والملح. يلا بينا على البوتاجاز اقول لكم هنعمل ايه. حبايبي زي ما انتم شايفين كده خليناها تغلي. هننزل عليها الطماطمتين المبشورين، طماطمتين مبشورين من غير القشر بتاعهم. وهننزل عليها ايه تاني؟ هننزل عليها معلقه صغيره من التوم اللي احنا دقينه بالحبهان عشان دي دقتها هنعملها للطشه. فادي نص معلقه. هننزل مرقه الدجاج، وهننزل الملح ونخلي بالنا من الملح علشان المرقه، وهننزل ال7 بهارات. والثوم ده هنستخدمه في ايه؟ هوريكم دلوقتي هنستخدمه في ايه. الجميل بتاعنا ده كله نخلي بالنا من الملح عشان احنا حطينا مرقه. وهننزل بعصره ليمونتين كبار. القلقاس بتاعنا ما يحلاش من غير عصره الليمون. وهنعمل ايه بقى؟ هنخلي الكلام الحلو ده يغلي، وبعد كده هقول لكم هنعمل فيه ايه. حبايبي غليت كده. اول حاجه هننزل بيها الكفته، عشان انا الكفته بتاعتي محتاجه ان الرز اللي فيها يستوي. المرقه بتاعتنا بعد ما حطينا فيها الكفته بتاعتنا والكفته ابتدت انها تخش على السوا، خلوا بالكم لان الكفته مش هتاخد سوا كتير. بصوا لونها غير ازاي. فهقوم عامله ايه دلوقتي؟ احط القلقاس بتاعي. ولما احط القلقاس بتاعي خلوا بالكم نعمل ايه بقى دلوقتي. هنعمل ان احنا ننزل القلقاس بتاعنا في الشوربه كده، ومش هنقلب. مش هنقلب. خلوا بالكم القلقاس بتاعنا هينزل الماده المخاطيه بتاعته. لما ينزل الماده المخاطيه بتاعته هتبقى المرقه بتاعتنا مزلقه. احنا مش عايزين كده. هنسيبه لما يغلي، وبعد ما يغلي نبتدي ان احنا نقلب. انا نزلته قدامكم ما قلبتهوش خالص. خليكم معايا وشوفوني هعمل ايه.
مطبخ فيكي. دي الخضره بتاعت القلقاس. الخضره بتاعت القلقاس عباره عن ايه؟ عباره عن سلق وكزبره، جبناهم غسلناهم وقطفناهم من غير العروق، وبعد كده سلقناهم من بشقشاق ميه بسيط، وبعد كده ضربناهم في الخلاط وحطيناهم على النار في قلب الطاسه بتاعتي علشان ننشف منهم اي ميه. بصوا زي ما انتم شايفين كده نشفنا كل الميه اللي فيها. طب وبعد ما هننشف الميه اللي فيها كلها، هي لسه ما نشفتش، انا هستنى عليها شويه كده انشف الميه وهقول لكم هنعمل ايه فيها ايه. بعد ما غلي نبتدي بقى ايه؟ نقلبه، نجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق كده. ما ينفعش ان احنا نقلبه قبل ايه؟ قبل ما يغلي. نقلبه كده عشان اللي فوق ايه تحت واللي تحت يجي فوق. بصوا الكفته بتاعتي شكلها ايه، وما فكتش، ما حصلش اي حاجه، ولونها في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. بصوا اللون جميل ازاي. هي نشفت من كل الميه. انا عملتها قبل كده في القناه وهحط لكم اللينك بتاعها او لينك القلقاس اللي انا حطيته في صندوق الوصف علشان تشوفوها. دلوقتي بقى هبتدي اعمل ايه. هي نشفت خالص من الميه زي ما انتم شايفين كده. هجيب معلقه سمنه كبيره، معلقتين سمنه كده كبار، واحطهم معاها وهبتدي احمر في الخضره الجميله بتاعتي ديت. حبايبي الخضره بتاعتي بقت لونها غمق ازاي واتحمرت. اجيب معلقه التوم الكبيره بتاعتي المدقوقه بالحبهان وهنزل احمرها في الكلام الحلو ده. هقلبهم كده مع بعض وشكل التوم المتحمر هيبان، ما تقلقوش، انتوا هتعرفوه، هتلاقوا التوم اصفر. انا مش عايزه غير ان التوم يصفر. بصوا التوم لو نقرب الكاميرا، بصوا التوم بتاعي اصفر، لو انتوا واخدين بالكم التوم اصفر. انا مش عايزه اكتر من كده. بصوا بقى التوم بتاعي بعد ما اتحمر هنزل بالكلام الجميل ده كده على القلقاس بتاعي، وهجيب كبشه بتاعتي وهاخد من الشوربه انزل كل البهريز اللي في الطاسه ديت. ما ينفعش ما انزلش البهريز ديت. بعد بقى ما نزلنا نعمل ايه بقى؟ زي ما انتوا عارفين كده هنقلب الكلام الجميل ده كله وهنسيبه بقى ياخد غلوه. انا القلقاس بتاعي داخل على السوا، الكفته بتاعتي دخلت على السوا، هي كمان خلاص يعني يا دوبك ياخد غلوه بالخضره بتاعته وهوريكم شكله بقى ايه. يلا بينا بتاعنا وجمال القلقاس بتاعنا والكفته بتاعتنا. بصوا فنشت ازاي من المرقه، وبصوا جميله ازاي وحلوه وكبرت، تحسوا ان هي كبرت وتضاعف حجمها. يلا بينا بقى نقدم القلقاس بتاعنا. خلاص كده القلقاس بتاعي استوى. نقدم القلقاس بتاعنا واوريكم هنقدمه ازاي. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. كفتة الرز بتاعتنا اللي بالقلقاس اللي عملتها على طريقة وصفة حماتي زي ما انتم شايفين كده. طبق بيتحدث عن نفسه، طبق جميل، جربوه. يا ريت ما تبخلوش عليا برأيكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس. تابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي وانضموا لجروبي على الفيسبوك وتابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي سكتش. ميرسي.